مساء الخير. غدا سلسلة جديدة من التساقطات المطرية والتي ستهم العديد من المناطق بالقسم الشمالي للمملكة. وغدا صباحا ستنزل أمطار وزخات رعدية على الغرب الشاوية ودكالة، أيضا بوالماس، هضاب الفوسفات، السايس، الأطلس المتوسط وشمال منطقة الشرق وشرق الواجهة المتوسطية، وبعض القطرات مطرية ستهم الريف وشمال الأطلس الكبير، أيضا طنجة واللوكوس، وبعض التساقطات الثلجية مرتقبة بالأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير. غدا بعد الزوال ستتواصل الأمطار والزخات الرعدية بالغرب الشاوية، دكالة، السايس والماس، أيضا بهضاب الفوسفات والأطلس المتوسط وبسهول تادلة، وأمطار متفرقة منتظرة بمنطقة الشرق بالريف وبحوض ملوية وشمال الأطلس الكبير، وتساقطات ثلجية محتملة بالأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير. درجات الحرارة غدا صباحا ستصل إلى درجة 1 بفران، 8 بوجدان الرشيدية وورزازات، 5 بالمدينة الحمراء مراكش، و17 درجة بالقويرة. غدا بعد الزوال ستسجل 4 درجات بإفران، 14 بفاس، 11 بمكناس، 22 بأكادير والصويرة، و25 درجة بكل من السمارة ومدينة العيون. كيف سيكون الطقس خلال الأيام المقبلة؟ الأربعاء أمطار متفرقة متوقعة بالشمال، الريف وبمنطقة الشرق وكذلك الأطلس، وبعد تساقطات ثلجية مرتقبة بالأطلس المتوسط. الخميس ستنزل بعض القطرات مطرية على الشمال والريف ومنطقة الشرق، وثلوج منتظرة فوق الأطلس المتوسط. لا صوت يعلو فوق أصوات المناشير الكهربائية في جبال جنوب اليمن الغارق في الحرب، إذ أصبح خشب الأشجار مصدرا بديلا للطاقة في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ولم يسلم اليمن من التضخم العالمي وارتفاع أسعار الطاقة، رغم أنه منقطع عن العالم إلى حد كبير بسبب الحرب المستمرة منذ 2014، ولقد قطعت أكثر من 6 ملايين شجرة منذ بداية الحرب، خصوصا في صنعاء، حيث تستخدم على نطاق واسع في المخابز والمطاعم بحسب أرقام رسمية. والقطع العشوائي للأشجار على مستوى سطح الأرض يؤثر على المياه الجوفية والأنظمة الزراعية والتنوع البيولوجي، ويساهم في تآكل التربة. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الطقس. دمتم في حفظ الله ورعايته.